اليوم خلص ازاي؟ انا ملحقتش اعمل اي حاجة. لو بتسأل نفسك السؤال ده، او لو انتي حاسة ان ال 24 ساعة ما بقوش كفاية علشان نعمل حاجة في يومنا، انا كمان كنت كده لحد ما ادركت ان انا عندي مشكلة في ادارة الوقت. دلوقتي انا عندي وظيفة فول تايم، بعمل فيديوهات على يوتيوب، محاضر زائر في جامعة، عندي بيزنس بشتغل عليه، بروح الجيم 3 مرات في الأسبوع، وبدرس إيطالي. سي ستوديو إيطاليانو 3 فولتا settimana. 10 حاجات اتعلمت أعملهم علشان أقدر أعمل كل ده، وفي الفيديو ده هقول لكم إيه هي ال10 حاجات دي. أنا اسمي شريف علاء، ودي الخلاصة عن إدارة الوقت. يلا نبدأ عشان مفيش وقت. انت مش محتاج كورس كامل عن اداره الوقت عشان ده من اكتر الحاجات اللي بتضيع الوقت، لكن محتاجين تعرفوا ايه هي اساسيات اداره الوقت اللي هقول لكم عليها في الفيديو ده. ولو عملتوا ال10 حاجات دول اوعدكم يومكم هيبقى شكله حاجه تانية خالص، وهتقدروا تعملوا حاجات اكتر وتنجزوا حاجات اكتر بكتير من اللي قادرين تعملوها دلوقتي. ال10 حاجات دول ليهم هدفين اساسيين. رقم واحد ان انا ازود انتاجيتي، اقدر اعمل حاجات اكتر في وقت اقل. وتاني حاجة ان انا ازود الوقت المتاح عن طريق ان انا اقلل الوقت الضايع. حياتنا متكونة من ايام وسنين وساعات، حياتنا عبارة عن وقت. فبالتالي انا لما اعرف اتحكم في يومي انا هعرف اتحكم في حياتي كلها. تنظيم الوقت بيقلل التوتر وبيقلل فرص الاجهاد المزمن والبيرن اوت، وده هيكون موضوع فيديو تاني. ادارة الوقت بتخليني عندي رضا عن نفسي اكتر، وبتخليني قادر اعمل حاجات بحبها، زي ان انا اقضي وقت مع اهلي او مع اصحابي او لوحدي اعمل فيه اي هواية او ما اعملش حاجة خالص. حتى بتخليني كمان شغلي احسن، منجز اكتر، وده بيعلي فرصي في الترقي وفي التطور في الكارير بتاعي. دراسة في جامعة هارفارد بتقول ان الناس اللي بتخطط ليومها انتاجيتها اعلى من اللي ما بيخططوش ب 30%. من غير كلام كتير، ايه هم ال10 حاجات دول؟ اول حاجة قائمة المهام او التودو ليست. نبدأ يومنا ان احنا سواء بورقة وقلم او على الموبايل او على اللابتوب نكتب ايه هي اهم الحاجات اللي لازم تتعمل النهاردة. دي بتخليني عندي احساس اني اقدر اشوف اليوم بتاعي وايه اللي لازم يتعمل، وكمان لما بعمل حاجة واشطب عليها ده بيديني احساس بالانجاز وبيخليني اخش على اللي بعده. انا دلوقتي مش كل يوم بعمل التودو ليست دي، ساعات بعملها في دماغي، لكن في الوقت اللي انا كنت حاسس ان انا وقتي بيضيع وعايز اخد كنترول في الوقت بتاعي كنت بعمل كده كل يوم. تاني حاجة عملتها وساعدتني جدا هي تقسيم المهام الكبيرة لمهام اصغر. يعني ايه؟ انا مثلا كمدير مشروع ممكن يكون عندي حاجة زي تنظيم مؤتمر لازم اعمله. تنظيم المؤتمر انا لو حطيته كتاسك لوحده هو مش هيخلص لمدة اسابيع وهيفضل ماشي معايا، وعمري ما احس بالانجاز ولا عمري هعرف ايه اللي ناقص في المهام ما اتعملتش. فلازم اقسمه لمهام اصغر. زي مثلا انا عندي مكان للمؤتمر لازم احجزه، عندي متحدثين او سبيكرز جايين يتكلموا محتاج اتفق معاهم، عندي اجندة اعملها، عندي مواد بطبعها، عندي ناس اللي بتعمل الكيترنج او الاكل، واشوف واجيب عروض اسعار، هل محتاج ترجمة فورية. كل المهام دي بقسم الكونفرنس بدل ما هو حاجة واحدة بقسمه الى 20 30 40 تاسك. كل تاسك من ال 20 30 40 50 تاسك دول بتكون على درجة مختلفة من الأهمية وقد إيه هي وقتها حرج. وعشان كده تالت تول هي حاجة اسمها ايزنهاور ماتريكس أو مصفوفة ايزنهاور. مصفوفة ايزنهاور حاجة بسيطة جدا، عبارة عن خطين بيعملوا لي 4 مربعات. ال4 مربعات دول بحط فيهم التاسكس بتاعتي أو المهام اللي ورايا على حسب كل واحدة قد إيه مهمة وقد إيه ملحة. أول خانة هي حاجة ملحة ومهمة urgent and important. النوع ده من المهام هو اللي لازم اديله كل الأولوية واتأكد انه يخلص، وهي دي أول حاجة اشتغل عليها. ايه الحاجة اللي بتبقى مهمة وملحة؟ دي طبعا بتختلف على حسب المهام اللي عندي. ممكن في المثال بتاع المؤتمر حاجة تبقى ملحة ومهمة هي ان انا عندي السبيكرز او الناس اللي جاية تتكلم في المؤتمر، لازم اتأكد ان الناس دي موجودة، عشان لو الناس دي مش موجودة المؤتمر ممكن ما يتعملش. تاني حاجة هي المهام المهمة ولكن غير ملحة important but not urgent. دي يعني تاسك مهمة جدا لكن ممكن تستنى، ممكن تستنى ساعتين، ممكن تستنى يومين، ممكن تستنى أسبوعين على حسب الجدول الزمني بتاعي. تالت نوع من المهام اللي عندي هو urgent but not important، حاجة ملحة لكن درجة أهميتها أقل شوية. في الحالة دي المهام اللي زي دي بعمل لها تفويض أو delegation، بخلي حد تاني يعملها. في نفس مثال المؤتمر اللي أنا بنظمه حاجة ملحة لكن أقل أهمية هي حاجات في الديزاين بتاع الدعوة اللي هبعتها للسبيكرز.
هي ملحة علشان لازم تتبعت في خلال يوم أو ساعة أو يومين، لكن درجة أهميتها أقل شوية. فبالتالي أنا ممكن أشوف حد بيعمل ديزاين، أو ممكن أشوف زميل أو زميلة في المكتب بيعمل حاجة زي دي، بدل ما أنا عندي مهام كتيرة جدا وقاعد مضايع نص يومي عشان مش عارف أوسطن اللوجو في الدعوة بتاعتي. فبالتالي ديليجيت. رابع حاجة، المهام اللي مش مهمة ومش ملحة، not urgent not important. المهام اللي من النوع ده نرميها. لو لقيت لها وقت زيادة أهلا وسهلا نعملها، لكن لو ما لقيت لهاش وقت مفيش تبعات، مفيش حاجة هتتأثر بيها أو هتتوقف عليها. رابع حاجة ومش قادر أقول لكم قد إيه مهمة، هي حجز الوقت أو تايم بلوكينج. تايم بلوكينج يعني إن أنا بخصص وقت محدد في اليوم إن أنا بعمل فيه حاجة معينة وكاتبه زي أحطه في الكالندر. لو في وقتي الشخصي زي مثلا بعد الشغل بكتب إن أنا عندي من 6:30 ل7:30 جيم أو دراسة إيطالي. ففي الحالة دي أنا يومي محطوط وبعتبره كأنه اجتماع. أنا الساعة 6:30 وعندي ريمايندر قبلها بربع ساعة إن أنا لازم أعمل كذا، فالحق ألبس هدومي وأعمل أروح الجيم مثلا. تايم بلوكينج في الشغل برضو إن أنا عندي تاسك بعملها من 10 ل 12 مراجعة التقرير السنوي مثلا. لو حد من زمايلي جه يقول لي أنا محتاج أعمل معاك ميتنج الساعة 11 عشان نتكلم في كذا، هقول له أنا مش موجود من 10 ل 12 عشان عندي التاسك دي. كأنه اجتماع. ممكن الموضوع يبقى مختلف لو مديري أو مديرتي اللي بيطلبه، لأن هو برضو في الآخر المدير عنده سلطة في تحديد بعض الأولويات على حسب طبيعة الشغل. بس المدير ممكن يقول لي تعالى نعمل ميتنج الساعة 11، هقول له أنا كنت هشتغل من 10 ل 12 على الريفيو بتاع التقرير السنوي. هل تحب أجل الموضوع ده علشان نتكلم في الاجتماع اللي انت عايزه؟ ففي الحالة دي بدور على ساعتين تانيين او ساعة او على حسب الوقت اللي هيتاخد في الميتنج اعمل فيهم التاسك التانية، بس لازم احطها في الكالندر كأنها اجتماع بالظبط. حاجة مهمة جدا في التايم بلوكينج ان انا احط الوقت الحقيقي والفعلي للتاسك اللي عندي. يعني اعمل حسابي في الوقت اللي انا محتاجه علشان اعمل حاجات تانية ليها علاقة بالتاسك. فمثلا لو انا عندي ميتنج في حته من 11 ل 12، فما احطش بس تايم بلوكينج من 11 ل 12 ان انا عندي الميتنج ده وافتكر ان انا عندي حريه في بقيه الوقت. لا، الميتنج ده ممكن يكون على بعد نص ساعه بالمواصلات او باوبر او بالعربيه، وانا عايز اوصل قبلها ب5 دقائق، وهعمل حسابي في 30 او 40 دقيقه في الرجوع. يبقى التاسك اللي كانت هتاخد ساعة التايم بلوكينج بتاعها اللي محتاجه 30-40 دقيقة قبل و30-40 دقيقة بعد. مثال تاني، الفيديو اللي انا بعمله اللي مدته ربع ساعة بياخد تقريبا مني من ساعة ونص لساعتين تصوير. فانا لو عايز احجز وقت لتصوير الفيديو ده ما ينفعش احجز ربع ساعة عشان اعرف ان الفيديو مدته ربع ساعة، لا انا محتاج اعمل حسابي في ساعة ونص او ساعتين عشان اصوره. خامس حاجة عملتها، عرفت حقيقة ما يطلق عليه المالتي تاسكينج. مالتي تاسكينج يعني القدرة على القيام بأكتر من شيء في نفس الوقت. هل في حاجة اسمها كده؟ الإجابة نعم ولا. طب انت عايز ايه حضرتك؟ بنشوف كتير جدا في إعلانات وظائف بيكتبوا إن هم بيدوروا على حد عنده القدرة على المالتي تاسكينج. المالتي تاسكينج الحقيقي إن أنا فعلا بعمل مهمتين في نفس الوقت، زي مثلا إن أنا أكون على التليفون وبكوي قميص. ففي الحالة دي أنا فعلا بعمل مالتي تاسكينج. لكن هل ينفع ان انا ابقى شغال على تقرير وعلى برزنتيشن في نفس الوقت؟ مستحيل. حتى لو قدامي كمبيوترين عمري ما هقدر اعمل كده في نفس الوقت. وعشان كده الحاجة الواقعية هي ما يطلق عليه تاسك سويتشنج. تاسك سويتشنج هي القابلية على ان انا اقدر احط مثلا تايم بلوكينج 20 دقيقة للبرزنتيشن اللي انا شغال عليها دي، وبعدين فورا اسيبها واخش على تاسك تانية محتاجة ربع ساعة او نص ساعة. هي دي المالتي تاسكينج الحقيقي. في طبعا امثله ان انا ممكن ابقى بعمل مالتي تاسكينج، زي مثلا ان انا حاضر اونلاين ميتنج على تيمز وقاعد بجاوب على ايميل في نفس الوقت. بس في حقيقة الامر هو مش 100% مالتي تاسكينج، لان انا تركيزي ما بيبقاش مقسوم 50-50. انا ممكن الاقيني سرحت من الميتنج ثواني عشان قاعد افكر هكتب ايه في الايميل ده، لغايه لما اسمع اسمي حد يقول انا بعتها لشريف امبارح، اقول ايوه انا معاكم اهو. سادس حاجه وهتفرق في حياتكم فورا لو اتعملت، هي تجميع المهام المتشابهه. تجميع المهام المتشابهه بيوفر كميه وقت مش طبيعيه. ليه؟ علشان بيقلل الفترات بتاعه الحاجات التانية اللي بتخدم على التاسك. زي ايه؟ على سبيل المثال، وانا بصور الفيديو ده، انا علشان اخد تاسك زي تصوير الفيديو انا محتاج اتاكد ان المكان مناسب وان الاضاءه شغاله والميكروفون موجود والتليفون مشحون، ودي حاجه انا لما بعملها بتاخد وقت معين. لكن لو انا صورت فيديوهين فانا مش محتاج وقت الاعداد للفيديوهين، هبقى بيأثر وقت
الحاجات اللي وراها. فانا مثلا في حاجات ممكن اكون صورت فيها فيديوهين، زي اول فيديوهين صورتهم مع بعض، وتاني فيديوهين صورتهم مع بعض. وطبعا انا بعمل كده في الشغل كمان. لو انا مثلا عندي 3 تقارير براجعهم، وعندي 2 اجتماعات محتاج اعملهم، فبالتالي انا اقعد اشتغل على ال3 تقارير دول، اديلهم تايم بلوكينج، كل واحد نص ساعة او ساعة بس ورا بعض، واقفل على نفسي ساعة ونص او 3 ساعات اشتغل على التقارير دي بتركيز. انا خلاص دخلت في المود بتاع القرايه والتركيز. وبعدين اخش ممكن بعد البريك او ايا كان اعمل الاجتماعين التانيين دول. احسن بكتير من ان انا اعمل دوكيمنت وبعدين ميتنج وبعدين دوكيمنت وبعدين ميتنج. سابع حاجه هي اسلوب بومودورو او بومودورو تكنيك. بومودورو كلمه ايطاليه يعني طماطم. بومودورو تكنيك ده اسلوب واحد ايطالي اسمه فرانشيسكو تشيريلو طلع بيه في الثمانينات. اتسمى اسلوب الطماطمايه لان فرانشيسكو كان بيستخدم فيه منبه المطبخ اللي على شكل طماطمايه. انا جبت طماطمايه حقيقيه لان انا ما لقيتش المنبه ده الصراحه جنبي وانا بعمل الفيديو، وده من التاسكس اللي not urgent and not important. فرانشيسكو كان بيظبط المنبه بتاع المطبخ على 25 دقيقه. اي تاسك بيعملها بيشتغل 25 دقيقة ورا بعض، وبعدين بياخد بريك 5 دقايق. كل 25 دقيقة شغل و5 دقايق بريك، دي كده على بعض وقت انترفل. كل 4 انترفلز من الوقت دول كان بياخد نص ساعة بريك. يعني يشتغل 25 دقيقة ويريح 5 دقايق، ولما يعمل الموضوع ده 4 مرات يريح فترة أطول اللي هي 20 أو 30 دقيقة. أنا عن نفسي ما بعملهاش 25 دقيقة، لكن أنا مستحيل أقعد أشتغل على أي حاجة أكتر من 40 أو 45 دقيقة ماكسيمم من غير ما استريح 5 إلى 10 دقايق، إلا لو عندي اجتماع ومربوط فيه. حتى وانا بدي محاضرات في الجامعه انا باخد بريك كل 40 او 45 دقيقه لمده دقيقتين 3. بقول للناس خلاص ستريتش لمده دقيقتين 3 عشان نعرف نركز. للناس اللي بتقول لي يا دكتور انا معيش دكتوراه، انا بدرس بالماجستير، في دراسه اتعملت ولقت ان الناس اللي بتعمل فترات شغل زي اسلوب بومودورو او حاجه شبيهه انتاجيتها زادت 16% عن الناس اللي بتشتغل فترات اطول من غير استراحه. تامن حاجة مهمة جدا هي ان انا احط لنفسي ديدلاين داخلي. يعني لو انا شغال في شغل وعندي تقرير اسلمه يوم الخميس، فانا بحط لنفسي الديدلاين ان هو يوم الاربع او يوم الثلاث، على حسب طبعا طبيعه التاسك. ممكن الديدلاين اللي اعمله لنفسي يبقى قبلها باسبوع، ممكن يبقى قبلها بساعه، على حسب ايه هي. عندي برزنتيشن مطلوبه مني بعد 6 ساعات، انا هعملها في خلال 5 ساعات. ده بيخليني اركز اكتر، وكمان بيديني هامش للوقت لو نسيت حاجه، لو حاجه غلط، وبيديني وقت ان انا اراجع. وانا بقول لكم الكلام ده وانا واحد كنت بعمل كل حاجه في اخر لحظه دايما. يعني وانا بعمل ماجستير كان السبمشن بتاع الابحاث بتاعنا اونلاين، فبيقولوا مثلا الديدلاين الساعه 11:59 وانا 11:58 كنت بحط البيبر وقاعد متوتر. انا دلوقتي بطلت اعمل الموضوع ده، وفرق كتير جدا في نسب التوتر، في الانتاجيه، وفي الكواليتي، ان انا اقدر اراجع حاجه مثلا لو هو تقرير او بحث او حاجه زي كده. تاسع حاجه هي تحديد اهداف باسلوب سمارت. سمارت يعني specific, measurable, achievable أو attainable, realistic and time bound. مدى النجاح بيعتمد على الحاجة اللي أنا بقيس عليها. فبالتالي عشان أعرف إذا كان النهاردة أنا كنت ناجح في يومي ولا لأ، لازم يكون كان عندي أهداف وقدرت أحققها عشان أقول إن أنا نجحت في يومي النهاردة في حاجة. مثال على هدف عام مش سمارت، زي انا محتاج اخلص كل الشغل اللي ورايا النهارده. لكن هدف سمارت ممكن نعمله ان انا اقول النهارده على الساعه 1 لازم اكون اتكلمت مع الكلاينت علشان نتفق على الصيغه النهائيه اللي هنمشي بيها، وعلى الساعه 4 اكون سلمت التقرير بتاعي للمدير علشان يراجعه. مثال تاني عام الواحد عمره ما هينجح فيه غير بعد سنين، ان انا اقول انا عايز اتعلم ايطالي، لكن علشان اصيغ الهدف ده باسلوب سمارت بقول انا محتاج اذاكر ايطالي ساعه في اليوم 3 مرات في الأسبوع علشان بعد 3 شهور أجتاز امتحان A1 أو A2. 10 حاجة محتاجين نعملها هي تجنب التسويف. التسويف يعني التأجيل. هكلمكم عن التسويف بكرة إن شاء الله. تسويف ان انا اقول انا هعمل الموضوع ده بكره، بعدين هبقى اشوف. في فرق ما بين ان انا باجل تاسك بشكل محدد زي ما عملنا مثلا في موضوع مصفوفه ايزنهاور، ان انا دي هعملها بعد 3 ايام وحاطط لها وقت، وما بين ان هو انا عايز اروح الجيم هبدا بكره، انا عايز ابدا دايت هبدا بكره، انا محتاج اتعلم هبدا بكره، لا، ولا الاسبوع الجاي، لا. تسويف عمره ما هيخليني ابدا، وهو العدو الاول للانتاجيه. اعمل ايه علشان ابطل تسويف؟ اول حاجه لازم اعترف بالمشكله وما اضحكش على نفسي. التسويف ده يا اما بيكون كسل ساعات، يا اما بيكون خوف من الفشل.
انا سايب البرزنتيشن بتاعي اعملها لاخر لقطه لان انا خايف ابدا فيها دلوقتي تطلع وحشه، فعندي افكار مخلياني متردد ومش قادر ابدا. طب نعمل ايه علشان نتعامل مع التسويف؟ في طريقتين عكس بعض بس الطريقتين بيشتغلوا. الطريقه الاولى من المهام اللي انا كتبتها دي، ابدا بارخم واصعب واتقل تاسك. الميزه الاساسيه ان بعد التاسك دي ما تكمل هحس باحساس وشعور من الراحه غريب هيخليني اقول خلاص اللي فاضل ده سهل جدا وهكمله. لكن عيبها ان هي علشان اسخف وارخم واتقل تاسك فيهم، فممكن يبقى في حاجز نفسي مخليني مش عايز ابدا، وده يخليني اسوف اكتر. الطريقه الثانيه هي عكسها زي ما انا قلت، ان احنا هنبدا باسهل تاسك ممكنه نخلصها تدينا شعور بالانجاز، نخش على اللي بعدها اللي هي اصعب شويه او ارخم شويه او اتقل على قلبي شويه وما بحبهاش او ايا كان، وبعدين اللي اصعب اللي اصعب اللي اصعب. فده بيخلينا نقول بدل ما انا كان عندي 10 حاجات بقوا 8 بقوا 6 بقوا 5 بقوا 3 وهكذا. فده يخليني اتشجع. مفيش واحده فيهم صح او غلط، فيهم ان احنا محتاجين نجرب ونشوف انهي اسلوب اللي بيمشي معانا. كتير من اللي بيسوفوا perfectionist، عايزين ان الحاجه تطلع باحسن شكل ممكن على الاطلاق. بس في مقوله مهمه جدا وانا ماشي عليها ومساعداني، بتقول don't let the perfect be the enemy of the good enough. يعني ما تخليش حلمك بالحاجة تبقى مثالية وكاملة يخليك ما تعملش حاجة كويسة بما فيه الكفاية. أي تاسك أو حاجة ورايا مثلا في الشغل بتكون مكونة من حاجتين: الإنتاج نفسه والتسليم في الميعاد المحدد. يعني مثلا لو أنا عندي تقرير أو برزنتيشن فأنا لازم أعملها، دي أول حاجة في التاسك. تاني حاجة إن أنا لازم أسلمها في وقتها. فما ينفعش علشان انا عايز اخلي التقرير باحسن شكل ممكن ان انا اتاخر عن الديدلاين، او ان انا عايز البرزنتيشن تبقى مبهره واقعد احنتف فيها واعمل مش عارف ايه، ان انا في الاخر ما اقدرش اخش الاجتماع ده وانا عامل البرزنتيشن. فيبقى لو انا عندي حاجة جودتها 7/10 وسلمتها في وقتها، أكيد أحسن 10 مرات من إن حاجة تكون مستواها 10/10 بس ما سلمتهاش في وقتها وبالتالي ما بقاش ليها اي لازمه وكاني ما عملتهاش خالص. لا، اكتبوا البرزنتيشن عشان نخلصها عشان نخش بيها للميتنج. اخر حاجه تنظيم الوقت، مش موهبه. هي مش حاجه يا اما عندك يا اما مش عندك، لا، تنظيم الوقت مهارة زي أي مهارة لو اشتغلت عليها ونمتها وطورتها هتحسن فيها زي أي حاجة تانية في الدنيا دي. إدارة الوقت في الأول ممكن تبقى عكس طباعنا واللي بنعمله طول حياتنا وسلوكياتنا وعاداتنا، لكن مع الوقت وبالاستمرارية ومع وضع نظام عقلاني ومنطقي وواقعي هقدر ان انا اتحسن بشكل كتير جدا، وان انا يبقى عندي كنترول على يومي واقدر اعمل فيه حاجات اكتر. لازم يكون عندي توقعات واقعية عن ايه اللي انا ممكن اقدر احققه، ومطلوبش من نفسي حاجات اكتر من طاقتي وازق نفسي اكتر من اللزوم، علشان ده ممكن يؤدي لاحتراق نفسي او بيرن اوت، وده هيكون موضوع فيديو تاني. لازم يبقى عندنا مرونة كافية تخلينا نعيد ترتيب اولوياتنا ونوقف حاجة لمدة معينة ونرجع لها تاني. انا بكل الالتزامات اللي ورايا مثلا من 6 اسابيع، لان انا كنت بنقل من دولة لدولة وبدأت رحلة اليوتيوب اللي بعملها دلوقتي، كنت واخد قرار ان انا هوقف الايطالي لمدة شهرين. فات 6 لكن انا هرجع له بعد اسبوعين، لان انا خلاص بعمل الروتين الجديد في البلد الجديدة اللي نقلت فيها. فلازم الواحد يبقى عنده مرونة وتوقعات منطقية. انا لو قلت انا محتاج اكمل في الشغل وفي الجامعة وفي اللغة وفي اليوتيوب وفي الجيم، ممكن ما اعملش ولا حاجه منهم. فانا خلاص عرفت ان انا يومي دلوقتي مش متاح للايطالي لحد ما اعمل الروتين الجديد اللي هقدر امشي عليه علشان ارجع تاني للايطالي، ده اللي هعمله بعد اسبوعين. في النهايه اشتركوا في القناه علشان تشوفوا الفيديوهات الجايه وعلشان تدعموا القناه واقدر اكمل في انتاج محتوى زي ده. وشوفوا الفيديوهات السابقه وقولوا لي في التعليقات تحبوا نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه، ولو عندكم اي اسئله ليها علاقه باداره الوقت اكتبوا لي، وانشروا الفيديو ده لاصدقائكم، واشوفكم الفيديو الجاي.